البامية باللحمة من الأكلات المصرية الأصيلة، كلنا بنحبها جدا، وخصوصا وهي بايتة، معرفش ليه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بأحلى وأبسط طريقة. حلة سخنة على البوتاجاز فيها أي مادة دهنية، أنا حاطة زيت ونزلت باللحمة بتاعتي. كنت حريصة أعمل مكعبات اللحمة صغنطوطة جدا، يدوب على قد اللقمة. فجبت قطع اللحمة بتاعتي وهي نص تتليجة علشان يكون تقطعها سهل، وابتديت إن أنا أقطعها بالحجم اللي أنا بحبه. وهي دوب مش هحط عليها غير رشة فلفل أسود و7 بهارات اللي هي بهارات اللحمة من عند العطار. وابتدي اديها تشويحة كويسة جدا يمين وشمال لحد ما يكون لونها معايا ذهبي وتكون متحمرة كويس جدا. يعني بالظبط كده الزيت السخن بيقفل المسام بتاعتها. في الوقت ده لما وصلت للون كويس نزلت عليها ببصلايه كبيره مبشوره ناعم، وهبتدي اديها تقليبه. في المرحله دي ما اقولكوش على الريحه، اول ما بتنزلي بالبصل على اللحمه الريحه بتبقى جباره. بعد لما البصلة عاشت حياتها شوية مع اللحمة هنزل بمعلقة من الثوم المفروم ومعلقة من هريسة الشطة، ودي حسب الرغبة. بس أنا حقيقي ما ينفعش تكون بامية من غير ما تكون مشطشطة، يعني طعمها بيكون في مكان تاني خالص سبحان الله. وطبعا لاني بكون مفرزه الثوم والشطه فشكلهم متلج شويه، هسيبها كده لما تفك وتاخد وتدي مع اللحمه. في الوقت ده هنزل بعصير طماطم ضرباه في الخلاط ومصفياه كويس وتقليبه. ومش هنزل في المرحله دي غير بشويه ملح وشويه سكر يعادلوا الحموضه. اما باقي البهارات وتظبيط الملح هيكون بعد لما ننزل بالباميه. هسيب اللحمه مع الصلصه تعيش حياتها كده وتستوي في الوقت ده. يعني هي عشان متقطعه صغير ممكن تاخد من نص ساعه لتلات ارباع ساعه على حسب تسويتها. في الوقت ده كانت خلاص استوت عندي ودابت وبقت جميلة جدا. نزلت بالبامية، هي بصراحة مفرزة، فحتى لو مفرزة بنطلعها كده من الفريزر نديها شطفة في المصفى كده على السريع احتياطي، وبنزلها على طول وهي متلجة في الصلصة. دقت الملح وهظبطه وهبتدي بقى اظبط باقي البهارات بتاعتي. في الوقت ده البامية بيكون طعمها مميز جدا لما تضيفي عليها شوية كزبرة ناشفة وشوية فلفل اسود وشوية كمون طبعا، وحطيت بابريكا بس هي متصورتش. بحس ان الكمون مع الكزبرة الناشفة بيدوها طعم مميز قوي. كانت دايما والدتي الله يرحمها تضيف عليها الكزبرة الناشفة دي، فانا ماشية كده بالظبط على طريقتها. هي دلوقتي في الوقت ده بعد ما الباميه بتاعتي استوت جاهزه للاكل وانك تغرفي وتاكلي منها على طول. لكن انا دايما معظم انواع الخضار باللحمه بتاعتي احب كده احطها في صينيه وادخلها الفرن اديها تشميعه كده زي ما بيقولوا، بيكون ليها طعم تاني كده مميز. احب اديها تحميره يدوب كده من تحت الشوايه فقط لا غير، مش هشغل عليها من تحت. وهحط لها كده قرن الشطه بتاعي اللي دايما معوداكوا. الشاطر يقول لي دايما بحط الشطه دي على وش صينيه ايه. انا مش هقول، اللي متابعني هيعرف انا دايما بحط شطه او فلفلايه حمرا كده على صينيه ايه. مستنياكوا في الكومنتات تكتبولي. دخلتها تحت الشوايه يدوب ما كملتش 5 دقايق. اخدت وش كده على خفيف وطلعت كانت جباره كده زي ما انتوا شايفين حكايه. وطبعا لازم ادوق، ما ينفعش اطبخ حاجه وما ادوقش. تقدموها بقى مع رز بالشعريه، تقدموها مع عيش، هي حريه شخصيه والاكل اذواق وبراحتكم خالص، مع طبعا عصره الليمون. يا نهار ابيض، وعيشوا بقى حياتكم. يعني من الاكلات اللي مش محتاجه جنبها اي حاجه. مستنيه رايكم، مستنيه تعليقاتكم، التعليقات قليله جدا والتفاعل قليل، فمستنيه ان شاء الله ارائكم. وبحبكم جدا وبسيبكم في رعايه الله.